أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم نعمل الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. أول حاجة عندنا 2 كوب حليب طبيعي أو مبستر يكون كامل الدسم. لو حليب طبيعي هنستنى لغاية ما نغلي الأول الحليب كويس وبعد كده نسيبه يبرد. والحليب المبستر ندفيه، بس أهم حاجة اللبن سواء مبستر أو طبيعي يكون دافي بدرجة حرارة الجسم. وبعد كده عندنا علبة زبادي، هنبتدي كل كوب حليب هنحط عليه معلقة زبادي كبيرة، وممكن نعمل اي كمية احنا نحبها، وصلاحية الزبادي ده بتكون تقريبا 4 ايام. هناخد معلقة زبادي كبيرة ونحطها في الكوب اللي هنعمل فيه الزبادي بالشكل ده، ونبتدي نقلب معلقة الزبادي كويس لغاية ما تبقى معانا زي الكريمة بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنمسك 3 معالق كبار من الحليب، هنملى حوالي ربع الكوباية ونقلبهم كويس جدا مع الزبادي اللي احنا حطيناه لغاية ما نتأكد ان كله داب مع بعضه. وبعد كده هنملى الكوب الحليب بتاعنا بالشكل ده ونبتدي نقلبهم برضو مع بعض كويس جدا، وهنعمل كل الكمية اللي عندنا او اللي احنا حابين نعملها بالشكل ده. وبعد ما عملنا الكمية اللي عندنا هنبتدي ندفي الفرن بتاعنا، طبعا ما يكونش سخن يكون دافي بس، ونطفي عليه وندخل فيه الزبادي بتاعنا. في الصيف هياخد من 6 ل 8 ساعات، في الشتاء ممكن ياخد اكتر من كده. هندخله الفرن بالشكل ده، وكل ساعتين تقريبا نولع الفرن شوية ونطفيه. اهم حاجة الفرن بتاعنا يكون دافي طوال ال6 ل8 ساعات دول. وبعد كده هنحفظه في التلاجة لتاني يوم ونقدر ناكله بعد كده، وهو بيكون بالشكل ده بعد ما بيتناه في التلاجة، وبيكون متماسك جدا وزي بتاع بره بالظبط ويمكن افضل. وممكن نعمل اي كميات احنا نحبها، وبيكون متماسك بالشكل ده مفهوش اي مية نهائي. ودي طريقة سهلة جدا من مطبخ السعادة، اتمنى حضراتكم تجربوها. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.